اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو تحل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا صباح الفل وصباح الطاقة الإيجابية وصباح النشاط على حبايب قلبي واخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. يا رب كده تكون فيديوهاتي بتعجبكم واكون عند حسن ظنكم. لو لسه أول مرة تشوفي القناة بتاعتي ولسه مشتركتيش، أتمنى تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وأكون معاكم أكبر عيلة. شكرا بقى لكل صحابي واخواتي اللي دخلوا القناه جديد وشرفوني ونوروني، وشكرا لكل الناس اللي معايا وبتكتب لي كومنتات بتشجعني. ربنا يخليكم ليا يا رب وتفضلوا كده منوريني دايما في قناتي. اول ما نبتدي الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين. بحب دايما اول ما اقوم من النوم والاقي عندي كده غسيل اشغل الغساله على طول واشتغل جنب الغساله، يعني لو ورايا حاجه في شغل البيت بعملها. اليوم ده صحيت بدري، مكانش ورايا حاجات كتير في البيت، فقلت بقى بما ان الروتين خفيف برضو اشجعكم معايا واعمل معاكم الروتين عشان خاطر تتشجعوا كده. شغلت بقى الغساله ورحت بقى ايه، الصغنن كان قرب يصحى من النوم لان انا عارفه طبعا ميعاده، واول ما بصحى من جنبه هو بيصحى، فرحت سرقت له بقى النهارده كده بطاطس، عملتها له بيوريه كده بالكمون، ورحت بقى حطيت له في الببرونه ميه لان ايه لما بياكل معلقتين 3 بيبقى عايز يشرب. فطرته وقعدت العب معاه شويه واناقشه شويه كده لغايه ما عينه راحت في النوم عشان اخلص بقى اللي ورايا. كانت الاوضه دي مطرح ما فطرته مطرح انا كمان كنت بشرب نسكافيه وكده، فقلت ايه اكنسها كده معاكم برضو كنسه كده يعني ايه خفيفه، عشان ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم الروتين اللي بعمله في الشقه على طول دايما، لان في ناس طلبت مني في الكومنتات اعملي روتين معانا عشان بنتشجع، فكنستها كده كنسه خفيفه معاكم. بصوا انا الفيديو بتاعي دوت بتاع وانا بكنس السجاده ما كنتش يعني مسرعاه، لان هو كان مقطعين صغيرين، فقلت مش هسرعهم عشان لو سرعتهم مش هيبقوا ايه، هيبقوا حاجه بسيطه خالص، فقلت لا انزلهم لكم زي ما هم كده عشان خاطر يعني ما تبقاش حته صغيره. وبعدين انا بعيد على السجاده كذا مره لان السجاده ديت لما بتبقى فيها حاجه لازقه مش بتبان، حتى لو مش بتبان في الكاميرا بس انا ببقى شايفاها بعناية، فاهمين؟ فقلت بقى كده اخلصها معاكم. انا كنت صراحة عايزة اعملها بالمية وبالاوكسي وكده، بس قلت لا عشان الفيديو ما يطولش، وكنت عايزة اخلص بسرعة قبل ما ابني ما يصحى. بصراحة مصداقية وبكل صراحة كنت عايزة اخلص قبل ما يصحى، كمان لما الغسيل طلع حطيته في المنشفة، وبعد ما طلعوا من المنشفة رحت الصراحة بقى قلت ايه انشره بسرعة كده لان باباهم كان جه من تحت، فانا قلت اعمل بدل بقى اسلم واستلم، باباهم جه يستلمهم وانا انزل بقى السوق اشوف اللي ورايا تحت في السوق ايه واجيب اللي ناقصني كله. بعد ما نشرت كده وريتكم الغسيل بقى ورحت فاتحه الستاره عليه عشان الشمس كده تيجي عليه، نزلت بقى السوق وكان فاضل لي حبه حاجات كده في البيت قلت اجيبهم، جبت بقى بصل وجبت طماطم وجبت فلفل وخيار وعنب، كان عندي ليمون بصراحه في التلاجة مرضتش اجيب ليمون، وجبت فلفل كوبي وجبت سمنه على قد احتياجاتك في الاسبوع، او انت ماشيه اليوم بيومه او بالشهر وكده زي ما انا ما كنت قايله لكم قبل كده في فيديو، جيبي على قد مقدرتك ما تضغطيش نفسك لان الدنيا مش مستحمله بجد والله. يعني انا نزلت ب 200 جنيه، انا جبت الحاجات دي بالظبط ب 185 جنيه، وال 15 جنيه اللي باقيين دول جبت كيس كلور وكيس صابون بال 15 جنيه. انا قلت لكم انا كل فكه معايا بجيب بيها كلور وصابون. اسفه بقى لو في اصوات في الفيديو غير اصوات التسجيل لان انا عند ماما وكلهم قاعدين بره وكده وانا بسجل جوه، فهم قاعدين كلهم، فانا لو في صوت وكده فاسفه على الصوت. تعالوا بقول لكم جبت ايه. انا جبت سمنه ديت الكيس ده ب 30 جنيه، وجبت نص مكرونه يعني ايه نص المكرونه ب 12 ونص، انا قلت له كمل بال 15، جبت ربع شعريه ب 5 جنيه، جبت نص كيلو رز ب 12 ونص قلت له كملي بال 15، وجبت نص مكرونه اسباجيتي يا غاليه مش ب 24 هي تقريبا ب 26، فجبت برضو نص وقلت له كملي بال 15. جبت بهارات بقى يعني مثلا جبت فلفل اسمر وجبت كمون وكاري وكركم وكده، جبت حبه بهارات كده ب 30 جنيه
تمام. وجبت العنب ده عامل 25 جنيه، والبصل كان عامل الاتنين كيلو ب20، البطاطس كانت الكيلو وربع ب10، لان البطاطس شدت في السوق. الطماطم هي اللي رخصت، بقت الكيلو ونص دوت جبته ب5 جنيه. فقلت عشان اليوم ده انا كنت رايحه عند ماما بيت وكده، فقلت لا اجيب بقى حاجات كده على قدي، ولما انزل السوق تاني ابقى اجيب بقى حبه طماطم حلوين كده وافرزهم واحطهم في الفريزر ينفعوا برضو، لان الطماطم بيجي عليها وقت بتغلى جدا، مره وصلت ل40 جنيه و50 جنيه كمان. قلت بقى ايه، طب انا عايزه اعمل ايه اكل، عندي ايه في التلاجة؟ كان عندي لحمه مفرومه الصراحه، وكان عندي صدق. فقلت حاجه سهله وسريعه، رحت عملت ايه، صينيه بطاطس بالصدق ورز جنبها كده، وكان عندي مخلل في التلاجة. بصراحه رحنا قضينا اليوم والحمد لله، كله نعمه من عند ربنا. قطعت بقى كده البطاطس معاكم حلقات، عايزه تقطعيها مكعبات، عايزه تقطعيها حلقات. وبقطع بقى عليها بصل وطماطم وفلفل كوبي وفلفل الوان. وانا بعمل بقى كل دوت، بروح بقى ايه، حاطه الصدق كده على النار بفصين توم، وبشوحهم كده على نار هاديه، بحيث ان الصدق ينزل بقى ايه الدهون بتاعته كده. بس ببقى شطفه بصراحه من ايد الجزار، لان انا بصراحه بنات كنت بجيب حاجتي اللي هي المتلجه، بس دلوقتي الحاجه مبقتش مضمونه. ففي جزارين بتبقى على قد الايد، يعني مثلا ما بتبقاش مثلا اللحمه عندهم ب500 وب600، بتبقى مثلا اللحمه عندهم مثلا ب350 ب400 كده. فانت هو بيقطع لك اللحمه قصاد عينك، وبتقولي له اعملي الحاجه دي يعني اعملي صدوق، اعملي لحمه مفرومه باللحمه اللي انت قطعتيها، وانت واقفه بيعمل لك حاجتك. فده اضمن واحسن، بالذات ان احنا معانا اطفال. ده بقى الفلفل الالوان اللي كنت مفرزاه انا وانتم، بجد بينفع جدا بجد، وهو رخيص دلوقتي في السوق. يعني انت لو بتنزلي السوق وكده، جيبي فلفل الوان الكيلو ب10 جنيه، وفي ناس بتبيع الكيلو ب15. فجيبيه واغسليه كويس ونشفيه، وبعدين قطعيه كده وحطيه في الفريزر. لو هتقطعيه في اكياس وتحطيه، حطيه على قد الاكله في اكياس كده بتاعت التلاجة. انا بحطه في علب وبطلعه مثلا، وهو جامد شويه عادي بنزله بالمعلقه بينزل معايا، لان هو سايل معايا بيبقى متقطع وكده. ساعات بحط عليه كمان فلفل كوبي برده، بيبقى ايه، بيبقى سايل عليا برده ان ما اقطعش فلفل كوبي. هنا كنت بشوح الصدق، وكنت بقى ماسكه الموبايل بايدي بصراحه، لان الرينج لايت مش عارفه ايه اللي جراله يوميها من السخونيه، طفى لوحده ما كانش راضي يشتغل خالص. هنا بقى حطيت البطاطس بقى بالبهارات، بقى حطيت بهارات كل حاجه من عندي في البهارات، حطيت نص معلقه من كل حاجه. قلبت بقى كده البطاطس وسبتها على نار هاديه، وبعدين لما بتسيبيها كام غلوه كده على النار، وبعدين بقى عايزه تحطيها في الفرن على طول حطيها، عايزه تحطيها على النار كام غلوه وبعدين بتزقيها في الفرن، اعملي كده. هنا كنت مشوح بقى الرز وبسيبه، وقرب الاكل بتاعنا بغلي الميه وبحط على الميه تكون البطاطس كمان خلصت. الاكل كده بقى كان خلص والحمد لله، اتغدينا، وقلت بقى ادخل على المواعين اغسلها معاكم كده بسرعه، لاني انا بحاول اليوم اللي انا ببقى رايحه فيه عند ماما او عند حماتي بنجز كل حاجه قبل ما انزل، عشان خاطر ما يبقاش ورايا حاجه لما ارجع من عندهم، يبقى ترويقه بيت خفيفه. بروح اقعد عند ماما يومين وكده، وحماتي ساكنه جنب ماما، فبروح برضه ابص عليها واقعد معاها اقضي معاها يوم وكده، وارجع على بيتي على طول، من حيث ان انا اشوفهم هما الاتنين وارجع على البيت. فكنت عايزه اخلص بسرعه عشان ايه، لسه هلبسهم وانزل وكده. فكنت يعني لسه كنت هاخد وقت برضو البوتاجاز كان عايز شاور كده، قلت بقى ادي شاور معاكم بقى كده. والعيون كانت برضو عايزه تتغسل، فاديت لها شاور برضو هي كمان، بحيث ان المطبخ كده يبقى نظيف وكده، ونازله مش مخليه البيت يعني محتاج حاجه. ان شاء الله المره الجايه كده عايزين نعمل مع بعض روتين في غرفه النوم بتاعتي. انا من ساعه ما فتحت القناه كان اول روتين او تاني روتين ليا كنت عاملاه في غرفه النوم، بس انا ايه، عملت غرفه النوم دي 3 مرات او حاجه، وغيرت الملايات 3 مرات او حاجه برضو. بس ايه، انا يعني اوضه النوم ديت هي ليها خصوصيه شويه، بس انا برضو يعني بوريكم انا بعمل ايه في يومي. مسحت بقى البوتاجاز كده وخليته بيبرق، وتعالوا بقى نتكلم شويه كده مع بعض في حاجه عايزه اتكلم معاكم فيها. عايزين بقى نعمل لنفسنا كده جدول مع بعض، تكون الجدول دوت بتاعنا احنا بس، بتاع قناتي انا بس، انا وحبايب قلبي واخواتي، نخصص فيه مثلا ايام الاسبوع نعمل ايه في الروتين. يعني السبت لو نزلت لكم فيديو انزل فيه ايه، الحد انزل فيه ايه، روتين لايه، وغرفه ايه، غرفه الاطفال، غرفه الصالون، الركنه كده، بلكونه. فاقترحوا عليا في الكومنتات واكتبوا لي، ولو حد دخل الفيديو جديد يكتب لي في الكومنتات برضو، وشجعوني كده واكتبوا لي كومنتات حلوه.
عايزه اقول لكم ان انا لما صحيت بدري النهارده والله بجد فعلا قومت البدريه منسيه. ولما رتبت البيت كده ونزلت رحت عند ماما وبيتي نظيف ورايق بجد، يعني حاسه ان انا هرجع برضو اعمل بيتي، لان انا لما برجع بحس ان البيت ببقى اخده مثلا شنطه الهدوم بتاعت الاولاد وكده وحاجتهم وعلاجاتهم كده، لما برجع برتبها اي حاجه لما ببقى راجعه بالليل عايزه انام وكده. فايه لما بصحى الصبح بقى برتب كل حاجه وبعمل الشقه يا اما بالمكنسه يا اما بالمكنسه العاديه. ويلا اكتبوا لي بقى في الكومنتات عايزين نبدا الجدول ده امتى، هنبداه الاسبوع الجاي ولا نبداه الاسبوع ده ولا ايه، ولا افضل ماشيه زي ما انا يعني اعمل لكم الروتينات اللي بعملها في اليوم وانزلها عشان ما نضغطش نفسنا، بما اني ان انا معايا بيبي وممكن تكون اي ام كده معاها بيبي وكده بتحب تتفرج عليا. انا بحب يعني بحب وبحاول ان انا اعمل لكم روتينات سهله ما تبقاش ضغطه عليكم، او ان انا اعمل لكم روتينات تقيله. انا كنت في القناه القديمه كل يوم كنت بشيل السجاد واعمل واشيل الارض واغسل السجاد في البلكونه، لان ما شاء الله كانت شقتي في البلكونه القديمه كانت واسعه جدا، وكنت بغسل السجاجيد وكنت كنت هايصه معاكم بقى في القناه القديمه. بس انا دايما كنت بحس ان شقتي القديمه كانت عشان هي ضيقه وكده، فكنت بحس دايما ان هي مكركبه. لكن شقتي ما شاء الله ديت عشان قعدتنا في اوضه واحده اللي هي الركنه، فالشقه بقيتها بره بتبقى نظيفه وما بتبقاش فيها حاجه. بس الشقه التانية كانت الاوض في وش بعض على طول، كانت صغيره، اوضتين وريسبشن صغيرين جدا، فكنت دايما بحس ان انا مش بعمل فيها حاجه، حتى لو بعمل فيها كل يوم بحس ان انا مش بعمل فيها حاجه. فالمهم يعني انت برضو لو عندك اولاد عايزه اقول لكم على حاجه، تعوديهم من صغرهم ان هم يعتمدوا على نفسهم، لان بجد لازم يعتمدوا على نفسهم، لان لو ما اعتمدوش على نفسهم لما يكبروا مش هيعرفوا يعملوا حاجه وهيدوخوكي. يعني مثلا لو انت عندك بنوته او عندك مثلا ولد، برضو لازم تعودي الولد ان هو يعمل معاكي على الاقل اي حاجه. مثلا انا عايزه دي ناولني دي هدي كده، انا هجيب لك حاجه حلوه لو ناولتني دي، انا هجيب لك مثلا لعبه جديده لو ناولتني دي. انت القائد النهارده بتاع التنظيف بتاعي، يعني انا النهارده هعمل كده الاوضه بتاعتك، انت بقى القائد بتاعي، انت هتقولي حلوه ولا وحشه، بس لما عاوز منك حاجه روح هاتها لي واعمل معايا عشان خاطر نشوف مين اشطر من مين. انا ساعات بعمل كده مع ابني، وساعات بقوله تعالى نعمل مسابقه مع بعض ونشوف يعني مين هيخلص الاول، انا ولا انت. لو انا مثلا بفرش السرير وهو مثلا بيلم اللعب بتاعته، اقول له يلا بينا نشوف مين هيخلص الاول، انا ولا انت. من ان هو يساعدك ومنه كمان ان انت بتعلميه. هنا بقى الروتين بتاعي خلص، البوتاجاز رجعته زي ما هو، وختمت يومي كده بكوبايه نسكافيه وحاجه حلوه قبل ما انزل. عايزه اقول لكم انا بحبكم جدا، ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، مع الف سلامه.